السلام عليكم. ازيكم وازاي صحتكم وكل سنه وانتم طيبين. انا بحب اقول لكل مسيحي على ارض الدنيا ولكل ابتي موجود في اي مكان في العالم، كل سنه وهو طيب من قلبي، غصب عن عين السلفيين، غصب عن عين الاخوان المسلمين. مش عايز اقول الاخوان المسلمين بلاش، احنا مؤدبين. بس انا كمان عايز اقول حاجه للراجل اللي اسمه محمود عامر. ده شيخ ولا ده ايه؟ ده الداعيه السلفي. ده الداعيه السلفي ايه؟ فين الحكومه؟ فين رئيس الجمهوريه؟ الناس دي لازم يعني ما ترجعش بيوتها. واحد زي الراجل اللي اسمه محمود عامر اللي طالع بيقول اعمل كذا وكذا وكذا في المسيحيين. ليه يا عم؟ انت مين وحات امك؟ الله يلعن ابوك الشيوخ جزم ولا الكلب؟ ولا الراجل اللي اسمه الشيخ الحويني دوت، ولا يعقوب، ولا معرفش ايه وجد غنيم ومعرفش ايه محمد، ده كلهم معرسين، ده كلهم ما عندهمش دم. يا عم انت مالك نقول للمسيحيين كل سنه وانتم طيبين؟ انتوا قرفتونا في اسلامنا، قرفتوا المسلمين. كفايه كده، حرام عليكم، ارحمونا. كل سنه وانتم طيبين يا مسيحيين والاقباط في كل حته، غصب اهو. ودي هديه انا هديها لصديقي المسيحي والابتي وكل واحد ملوش دعوه بالشيوخ الكلاب دول. مش الشيوخ دول كلاب. الشيوخ اللي موجودين في مصر شيوخ كلاب، شيوخ بيزنس، شيوخ معرسين. والدليل على كده اهو، شوف محمد حسان متجوز مين، شوف التاني عامل ايه. ولا الشيخ اللي بيقول لك قال بياخد بطرمان عسل كل يوم ب 3000 جنيه. يا كلاب، يا اولاد الكلب، يا اولاد الكلب. والنبي يا رب خدهم، خد كل الشيوخ اللي في مصر. وده برضه بيرجع للازهر والشيخ الازهر. ما حدش يقول لي انا بتكلم على الكلام اللي انا بقوله ده غلط، انا بقول للشيخ الازهر. بعد ايه طالع تقول كل سنه وهم طيبين؟ ما من الاول وقف الناس ديت، من الاول الناس دي ما تخشش اي جامع. الشيخ اللي اسمه محمود ده شيخ ايه بس؟ اللي اسمه محمود عامر ده شيخ ايه؟ ايه السلف يعني؟ شيخ إيه؟ بيعمل ايه في حياته؟ ايه الكلام اللي بيجيبه ده؟ بيجيبه منين؟ يا ابن الكلب يا جزمه، انا لو شفتك بالجزمه. وانا بقول لكل الشيوخ اللي في مصر كلهم معرسين، اللي يزعل ينفرق، واللي يقدر يعمل معايا حاجه يعملها يا خوالات. يا كلاب يا ولاد الكلب يا جزم. وكل سنه وهم طيبين المسيحيين غصب عن عين السلفيين، وكل يوم هنقول لهم كل سنه وهم طيبين. يا ولاد الكلب ينعل ابوكوا الشيوخ جزم. يلا في 60 ده يا غورو، الله يخرب بيوتكم، ما عندكوش دم.